بقى الجزء الاهم والشيق جدا اللي هو بيتحدث عن تاريخ كليوباترا السبعه. حد شاف كليوباترا قبل كده؟ حد شاف كليوباترا قبل كده؟ طيب بدايه يا شباب، هي الملكه كليوباترا ما كانتش جميله زي ما الافلام الغربيه بتصور والمسلسلات. انا مش زي فيفيان لي ولا اليزابيث تيلور اللي هم يعني عملوا اشهر افلام كليوباترا، ولا زي سلاف فواخرجي اللي هي عملت لنا تمثيليه كليوباترا. هي كليوباترا ما كانتش كده خالص. ده الشكل الحقيقي للملكه كليوباترا على العمله المعدنيه بتاعتها، وده تمثال للملكه كليوباترا. الاصل بتاعه دلوقتي موجود في متحف الجريك رومان اللي هو موجود في الاسكندريه. فالملكه كليوباترا ما كانتش جميله ولا كانت ملكه دميمه، هي كانت ملكه شكلها عادي جدا. طب ازاي احنا كنا بنسمع عن كليوباترا حاجات كلها حلوه؟ كلام جميل. ملكه كليوباترا بقى اثبتت حاجه مختلفه تماما، ان الجمال ليس جمال الشكل زي ما بيقولوا، ولكن جمال الشخصيه. هي كانت عندها كاريزما لم تتكرر في التاريخ لملكه او لامراه. ليه بقى؟ كانت ملكه ذكيه جدا، كانت ملكه طموحه للغايه، كانت بتتكلم 9 لغات منهم اللغه المصريه القديمه، كانت بارعه في علوم كتير زي الرياضه والفلك والموسيقى والحساب والكيمياء والفيزياء. كل ده عمرها 18 عام فقط. ده وقت حكمها لمصر مناصفه مع اخوها بطليموس ال 13. الملكه كليوباترا حكمت مصر في سن صغير جدا مع اخوها. حصل بعض الخلافات ما بينها وما بين اخوها تدخل فيها الدكتاتور الاوحد للعالم في ذلك الوقت يوليوس قيصر او سيزر. قيصر كان هو الدكتاتور الاوحد للعالم، يعني تقريبا هو اللي كان بيحكم معظم العالم القديم في ذلك الوقت. لما جه مصر كان بيدار احد اعدائه اللي هو قائد بومبي اللي هو اتقتل في مصر. عرف ان في خلافات ما بين كليوباترا واخوها بطليموس ال 13، فقرر ان هو يتدخل في الخلافات دي. لكن بطليموس 13 شعر ان قيصر ميال لكليوباترا في خصامهم عنه، وبالفعل كليوباترا كانت ذكيه جدا، قدرت تدخل لقيصر في القصر بتاعه او في القصر ملفوفه بسجاده. فاول ما طلع شافها كده خارجه من السجاده تكلمت مع قيصر، وزي ما كان بيقول المؤرخين في الفتره دي كده ان هي اتكلمت له اكتر من لغه في نفس الوقت، وكلمته في علوم كتير جدا، فحس ان هي مثقفه جدا، وقيصر كان انسان مثقف جدا، فحس انها شابه غير عاديه جدا، فتاة عندها 21 سنه فقط عندها الامكانيات دي كلها، فقدرت توقع قيصر في غرامها. وفعلا حصلت علاقه ما بين قيصر وكليوباترا، وانجبت منه طفل صغير اطلق عليه السكندريون في ذلك الوقت اسم قيصرون اللي هو سيزاريون او تصغير قيصر. طمحت طبعا كليوباترا من ارتباطها بيوليوس قيصر ان هي تحكم العالم القديم كله معاه، وفعلا كليوباترا زارت قيصر سنه 48 انا اسف سنه 46 قبل الميلاد اثناء احتفالات قيصر بانتصاراته في منطقه الشرق. اخوه كان رد فعله ايه بعد ما عملت كده؟ اخوها بطليموس ال 13. لما حصل الكلام ده كله قلنا سنه 48 حصلت معركه ما بين قيصر وما بين بطليموس ال 13. كانت سبب زي ما قلنا ان بطليموس كان عارف ان قيصر بيميل لكليوباترا عنه في التحكيم ما بينهم في الخلاف اللي ما بينهم. اثناء المعركه دي الملك بطليموس ال 13 مات غريق، وقيل ان قيصر هو اللي قتله. طبعا بعض الروايات مختلفة شوية، هل مات فعلا غريق ولا هل قيصر هو اللي قتله، لكن في النهاية توفى بطليموس ال 13 وحكمت كليوباترا مناصفة مع اخوها الثاني الاصغر اللي هو بطليموس ال 14. لما راحت في احتفالات قيصر سنة 46 في بلاد روما، ابتدى قيصر يعملها معاملة غير عادية، استقبلها في البيت بتاعه، ابتدى يغدق عليها بالهبات والعطايا والاموال، فده طبعا اغضب الشعب الروماني جدا اللي هم خشوا على روما من طموح الملكة كليوباترا، فقرروا التخلص من يوليوس قيصر بشكل لن يتكرر في التاريخ. تم قرروا ان هم يختلوه في اجتماع لمجلس السيناتو. السينات ده زي مجلس الشيوخ كده او مجلس الشعب الروماني. اغلقوا الباب على قيصر وضربوه 34 طعنه، وكان اخرهم طعنات بروتاس اللي هو الشاب الصغير اللي هو جابه قيصر ورباه لغايه ما بقى رجل ناضج. فحتى عشان كده في عباره شهيره في التاريخ قالها قيصر وبيموت: حتى انت يا بروتاس، اللي هو طبعا كان حزين ان بروتاس اللي هو رباه في الاخر ان هو يقتله. لكن سابقا اللي لم تتكرر في التاريخ في اغتيال قيصر ان اللي قتلوا قيصر ما كانوش اعدائه، اللي قتلوا قيصر كانوا اصدقائه، لكنهم فضلوا مصلحة روما على حياة صديقهم، فقرروا التخلص من يوليوس قيصر. بعد اغتيال قيصر
تقسمت الامبراطوريه الرومانيه ما بين ثلاثه من القاده اشهرهم اثنين. لكن قبل ما نتكلم على حال الجمهوريه الرومانيه بعد قيصر، احب افرجكم على بعض العملات المعدنيه الحقيقيه اللي عثر عليها في اسكندريه عن طريق دكتور حسن رجب مؤسس القريه، بترجع للعصر اليوناني. طب مين كان صاحب فكره تصميم العملات؟ هو مصر عرفت العملات المعدنيه مع بدايه للعصر البطلمي، وكانت اول عمله شقت كانت في عهد الملك بطليموس الاول بتاريخ 305 قبل الميلاد. لكن قبل كده ما كانتش مصر تعرف العملات المعدنيه او العملات عاده بوجه عام. كان في نظام المقايضه هو ده اللي بيتعامل فيه المصريين، يعني انا اديك حاجه مقابل ان انت تديني حاجه. فاول من ادخل العملات لمصر هم كان اليونانيين، واول عمله شقت في عهد بطليموس الاول عام 305 قبل الميلاد. قلنا بعد اغتيال قيصر اتقسمت الجمهوريه الرومانيه ما بين ثلاثه من القاده، كان اشهرهم اثنين. القائد ماركوس انطونيوس او مارك انتوني وده كان بيحكم الولايات الشرقيه من العالم في الفتره دي. والقائد الثاني الاشهر اوكتافيوس سيزر، ده كان ابن يوليوس قيصر بالتبني، وده كان بيحكم القسم الغربي من العالم في الفتره دي. عشان يعملوا تحالف سياسي ما بينهم، كمان الملك او القائد ماركوس انطونيوس تزوج اوكتافيانا اخت اوكتافيوس سيزر عشان يوطدوا التحالف السياسي ده ما بينهم. وده تولى بعد يوليوس قيصر ما مات. بعد اغتيال قيصر هم في ثلاثه من القاده عملوا حاجه اسمها الجمهوريه الرومانيه الثانيه، ان هم في ثلاثه من القاده بيحكموا العالم باسم الشعب الروماني. كان اشهرهم واللي بتدور عليهم الاحداث عندنا هنا في مصر ماركوس انطونيوس اللي كان بيحكم الولايات الشرقيه، واوكتافيوس سيزر اللي هو كان بيحكم الولايات الغربيه. وزي ما قلنا حصل تحالف ما بينهم سياسي، وكمان زيجه سياسيه ان انطونيوس تزوج اوكتافيانا اخت اوكتافيوس. لكن الملك او القائد انطونيوس التقى للمره الثانيه بالملكه كليوباترا في مدينه طرسوس في سوريا، فافتتن بيها، ساب شؤون الحكم ورجع معاها على مصر. حبها وتزوجها وانجب منها 3 ابناء. وسنة 34 قبل الميلاد عمل حاجة غريبة جدا، تنازل لها ولأبنائها عن كل الممتلكات الشرقية من الجمهورية اللي هو كان مفاوض من الشعب ان هو يحكمها. فده طبعا اغضب الشعب الروماني، وعلى رأسهم شريكه في الحكم اوكتافيوس سيزر. كمان طلق اوكتافيانا اللي هي الزوجة الرومانية الشرعية واخت اوكتافيوس سيزر، فده طبعا ضرب التحالف السياسي اللي كان ما بينهم جدا. كمان اوكتافيوس كان ذكي جدا، عمل حاجه، وقف في اجتماع المجلس السنة كده وطلع برديه. لغايه دلوقتي كل المؤرخين مش عارفين هل البرديه دي فعلا كان مكتوب فيها حاجه ولا كانت برديه فاضيه، ولكن قدر يستغلها استغلال قوي جدا، وقال لهم ان في وصيه كاتبها ماركوس انطونيوس بيقول ان هو يرغب بعد وفاته ان هو يدفن مع محبوبته كليوباترا في محبوبته الاسكندريه. وده طبعا عمل تأنيب لمجلس السنات كله على انطونيوس، والشعب الروماني كله بقى ضد انطونيوس. وبسهوله جدا قدر اوكتافيوس سيزر يعلن الحرب على انطونيوس وكليوباترا، واتقابلوا هم الثلاثه في معركه اكتيوم البحريه قرب سواحل بلاد اليونان عام 30 قبل الميلاد.
شباب كانت معركة بحرية ما بين اوكتافيوس سيزر ضد انطونيوس وكيلوباترا. اوكتافيوس هو ما شاركش في المعركة دي بنفسه، ولكن كان صديقه هو قائد الاسطول العام لروما في ذلك الوقت اللي هو اجريبا، اللي هو قاد المعركة بالفعل ضد اسطول انطونيوس كيلوباترا. اوكتافيوس كان اسطوله قوامه 640 سفينة مقابل 260 فقط لانطونيوس، وكان كيلوباترا اسطولها 70 سفينة. لكن مع بداية المعركة الملكة كيلوباترا انسحبت بالاسطول المصري ورجعت على مصر. حتى الان المؤرخين برضو مفيش حاجة مؤكدة هل كيلوباترا انسحبت خيانة لماركوس انطونيوس، يعني خانت انطونيوس وانسحبت باسطولها، ولا ده كان انسحاب تكتيكي بالاتفاق مع ماركوس انطونيوس عشان يحاولوا يهربوا باكبر قدر من كنوز الملكة كيلوباترا. لكن بعد هزيمة اسطول انطونيوس انسحب بسفينته الخاصة وراها على مصر. وصل بعديها بفترة قليلة جدا الملكة كيلوباترا اوكتافيوس كمان لحقهم بالاسطول بتاعه وقدر يدخل الاسكندريه. حصلت مناوشات ما بين بعض الجنود او بعض الجيش اللي هو تبقى والسفن اللي تبقى مع انطونيوس وكيلوباترا مع اسطول اوكتافيوس والجيش بتاعه، لكن طبعا اتهزموا بسهوله جدا. فكيلوباترا ارسلت رسول لماركوس انطونيوس قالت له ان هي انتحرت. فالملك انطونيوس طبعا ما استحملش وقع الهزيمه كمان وانتحار الملكه كليوباترا اللي هو عشان عمل كل دوت، فانتحر بالسيف بتاعه. بعديه بايام قليله كانت كليوباترا ما انتحرتش ولا حاجه. في بعض المؤرخين بيقولوا ان هي فعلا كان عندها نيه للانتحار وهي بترسل انطونيوس الرسول بتاعها. في بعض المؤرخين بيذكروا ان هي تعمدت ان هي تعمل كده عشان تتخلص من انطونيوس، لانها فكرت ان العداء ما بين اوكتافيوس وما بين انطونيوس، فلو تخلصت من ماركوس انطونيوس قد يكتفي اوكتافيوس بالوصاية على مصر ما اضطرش ان هو يخلعها من حكم مصر. فبرضه دي اراء مذكوره في بعض المصادر، ودي اراء وتفسيرات مذكوره في بعض المصادر، فحاجه غير مؤكده. بعد وفاة أنطونيوس كليوباترا كان عملت إيه؟ الملكة كليوباترا حبت ان هي تقاوم اوكتافيوس، ان هي كمان حبت تعرض عليه التسليم، ان هي تسلم مصر لابنائها مقابل ان هو يعفو عنها. لكن اوكتافيوس دخل مصر والقى القبض على كليوباترا، ولكن عاملها معامله حسنه جدا. لكن اوكتافيوس كان ذكي. ليه بقى كان ذكي؟ زمن كليوباترا ويوليوس قيصر من حوالي 16 سنه كده، لما كان حصل حرب ما بين قيصر وما بين بطليموس ال 13، تدخلت اخت من اخواتهم اسمها ارسنوي وقادت زي حملة كده بسيطة ضد قيصر. فقيصر قبض عليها وخدها في موكب نصر في شوارع روما عشان يسير بيها يعني في موكب نصر. موكب النصر ده كان بيجيبوا الاعداء ويربطوهم كده بظهرهم كده من ورا ويجروهم في الشوارع، كان بيعرضوهم للشعب. الشعب طبعا كان بيهينهم وكان بيرمي عليهم حاجات زي كده. لكن الشعب في ذلك الوقت تعاطف مع ارسنوي وامر يوليوس قيصر ان هو ما يعدمهاش، فاضطر ان هو يطلق سراحها. فاوكتافيوس خاف ان يحصل مع كليوباترا نفس ما حصل مع اختها ارسنوي، فقرر ان هو نفسيا يدفعها للانتحار. ازاي نفسيا؟ هو عارف ان ملكه كليوباترا دي ملكه عندها من الكبرياء العظيمه ومن العزه الكبيره جدا، فوصل لها رساله عن طريق احد رسله ان هو بعد 3 ايام هياخدها وياخد ابنائها من ماركوس انطونيوس وقيصر ويصيغ بيهم او يوديهم او يعرضهم في موكب نصره في روما. فطبعا كليوباترا ما تحملتش فكره ان هي طبعا تصاغ ذليله في اخر عهدها، فقررت الانتحار. وقيصر واوكتافيوس سيزر قال للرسول دوت لو انتوا كليوباترا اقدمت على اي عمل محدش يمنعها. هو طبعا كان عارف ان هو ده مش هتتحمل الخبر وهتضطر الانتحار، فطلب ان هي يسيبوها تنتحر. وبالفعل بعديها بايام قليله كليوباترا بعتت رساله لاوكتافيوس قالت له ان هي بترغب في وصيه اخيره ان هي بعد ما تتوفى تدفن مع انطونيوس في مقبره واحده. فطبعا اوكتافيوس حس ان في حاجه مش طبيعيه، فبعت القاده بتوعه لمكان اللي هي قاعده فيه يعني. ففي الاخر القاده العسكريين دخلوا على كليوباترا لقوها بتنتحر. طب انتحرت ازاي؟ في بعض المؤرخين رووا روايات يعني هي مختلفه شويه. في رووا ان هي انتحرت بحياة الكبرى، ان هي وجدوا على معصمها مكان اسنان حيه او ثعبان يعني، فقالوا ان هي بالشكل ده انتحرت بالافعى. في بعض الروايات الثانيه لبعض المؤرخين بيقولوا ان هي شربت السم بتاع الافعى. في بعض المؤرخين بيقولوا شويه حاجه اغرب شويه ان هي ما انتحرتش بافعى واحده، انتحرت باكثر من افعى. فطبعا هي لغايه دلوقتي مش معروف انتحرت بشكل ازاي، لكن اقرب الروايات اللي بيجمع عليها بعض المؤرخين ان هي انتحرت بالافعى، ان هي لدغتها.
طيب هو ايه رد فعل الناس بعد ما هي انتحرت؟ طبعا هم حزنوا على كليوباترا جدا لانها يعني كانت امراه محبوبه جدا من الشعب المصري. وفعلا حقق لها اوكتافيوس الوصيه بتاعتها ودفنها هي وماركوس انطونيوس في مقبره واحده. طب ليه سبب الخدامه بتاعتها انتحرت معاها؟ طبعا الملكه دي كان في ارتباط اكيد وثيق ما بين الخديمه وبين الملكه، والملكه نفسها فضلت ان هي تنتحر عشان ما تذلش، فاكيد الخديمه بتاعتها برضه خوفا من الذل وما قد يحيط بها تحت الاحتلال الروماني، فقررت التخلص من حياتها زي ملكتها عشان ان هي يعني ما تذلش. طب ايه ليه اختارت الكبرى بالذات؟ سؤال جميل. الملكه كليوباترا لو احنا هنشوف على المعابد المصريه يونانية، لكن بالدم بتأكد في كتاباتها على للقادة الرومانيين ان هي سليلة الفراعنة وليس سليلة يونانيين. كانت دايما بتصور نفسها بزي المعبودة إيزيس اللي هي المعبودة الأكبر في مصر في الفترة دي، اللي كانت حياة الكبرى بتزين التاج بتاعها. فبيفسر المؤرخين ان هي اختارت حياة الكبرى لارتباطها حتى بعد وفاتها او في اثناء وفاتها بالمعبودة إيزيس اللي هي كانت بتجلها جدا وكانت اكبر معبودة في مصر في الفترة دي. طب هي المقبرة دي فين؟ هو لا زالت بعض الابحاث عن المقبره دي حتى الان هم لم يجدوها، ولكن هناك بعض الاراء الحديثه كان بيتزعم عن دكتور زيح حواس ان هي مدفونه في منطقه اسمها تابو زيريس في ابو صير. بوصير دي يعني على مقربه من الاسكندريه، فبيقولوا ان هي يعني ما اتدفنتش في الاسكندريه خالص، والروايه بتاعت ان انطونيوس اوكتافيوس دفنوا مع بعض، لا هي انتحرت في المنطقه في معبد اللي لها اوزوريس في تابو زوريس في بوصير اللي هي قرب الاسكندريه، وهي مدفونه هناك حاليا. بيحاولوا طبعا لقوا بعض الشواهد على كده ان هم لقوا بعض تماثيل لرؤوس الملكه كليوباترا في المنطقه دي، وبعض الشواهد ان هي قد فعلا تكون مدفونه في المنطقه دي، لكن المعبد طبعا اللي موجود في المدينه غير مكتشف حتى الان عشان يحاولوا يكتشفوه. اوكتافيوس حقق لها وصيتها ولا حققش؟ الكتابات المؤرخين المعاصرين بيقولوا بالفعل انه حقق لها وصيتها والاثنين دفنهم مع بعض. طب ايه اللي حصل لاولادها؟ ابنها قيصرون من يوليوس قيصر هي كانت معرباه مع زي المعلم بتاعه، حاولوا ان هو يهرب بره مصر، لكن للاسف المعلم ده سلمه للحاميه الرومانيه، وقام اوكتافيوس باعدامه واعدام ابن ماركوس انطونيوس. الاولاد الذكور كلهم غير قيصرون تم اختفاء ذكرهم من التاريخ، يعني بيرجح بعض المؤرخين ان هم تم كمان اعدامهم زي ما تم اعدام قيصرون عشان ما يبقاش في اي نسل من الذكور من نسل سواء يوليوس قيصر او ماركوس انطونيوس يقدر يزاحم اوكتافيوس على عرش مصر في ذلك الوقت. اما البنت الوحيده اللي فضلت اللي هي كليوباترا سيليني اللي هي معناها كليوباترا القمر، دي خدها اوكتافيوس سيزر ورباها في بيت اخت اوكتافيانا في روما، وبعد كده تزوجت احد الملوك كان الملك اسمه جوبا الثاني كان بيحكم منطقه موريتانيا في ذلك الوقت، وتزوجته وصدرت بالفعل عمله معدنيه عليها صوره كليوباترا سيليني والملك جوبا الثاني، لكنها توفت برضه في سن صغير جدا وعندها 35 سنه سنه 5 قبل الميلاد. طب كليوباترا عمل لها جنازه ملكيه ولا دفنت زي اي شخص عادي؟ لا طبعا هو اكيد ما عملهاش جنازه ملكيه، لان اوكتافيوس كان بيكره كليوباترا جدا، بالمناسبه هو كان بيكرهها جدا جدا، لان هو كان يعني بيعتقد ان هي سبب في تمزق الامبراطوريه وفي اغتيال والده بالتبني اللي هو يوليوس قيصر، وسبب ان هي خاضت على قائد شهير جدا زي ماركوس انطونيوس وهو كان بيجله رغم الخلاف اللي ما بينهم، فهو كان بيكرهها جدا. فيعني لا اعتقد ده ممكن يكون راي شخصي شويه ان هو ما عملهمش اي جنازه طبعا. ومن هنا يا شباب بينتهي زيارتنا في متحف الاسكندر اكبر وكليوباترا، واتمنى تكونوا استفدتم اكبر استفاده من الشرح البسيط اللي احنا قدمناه. من هنا بتنتهي حلقتنا من برنامج مصر جميله من داخل متحف الاسكندر اكبر وكليوباترا بالقاره الفرعونيه، واتمنى ان شاء الله نتقابل في حلقات اخرى قريبه.